بالنسبه للفريق الوداد البيضاوي فهو الفريق الوحيد يمكن اللي استفاد من ناحيه الاعداد مبكرا وجلب لاعبين في المستوى اللي يستاهلوا يلعبوا في الفريق الاول. بالنسبه لفريق شباب المسيره ربما التاخير ديال الالتحاق ديالنا بالمجموعه ربما بان شويه في المقابله على اللاعبين. حنا في مرحله ديال البريباراسيون ديال لو دوبي ديال السيزون ان شاء الله كنوجدوا للبطوله مقابله غادي كانت تبين لنا المستوى اللي وصلنا له الان قبل بدايه البطوله. الحمد لله المقابله كانت في المستوى. هنيئا فريق الوداد البيضاوي اللي صراحه عندهم لاعبين في المستوى الكبير. هنيئا للشباب ديالنا حتى حنا اللي قدموا مقابله في المستوى الكبير، طبقوا التعليمات ديال المدرب. الحمد لله عندنا لاعبين باقي صغار في السن مقارنه مع الخصم. غادي نعطيهم الوقت وغادي ننتظرهم ان شاء الله باش يهزوا المشعل ديال فريق شباب المسيره. اكيد كيفاش شفتي هذه الكومبيتيسيون الجديده في البطوله يعني؟ وبالنسبه لهذه الكومبيتيسيون ديال كاس التميز فبالنسبه فهو ربما احسن مما فعلوا الجامعه الملكيه بهذه البطوله باش يزيد واحد الرصيد ديال المقابلات في رجلين ديال اللاعبين. يعني اللاعبين الشباب يستافدوا ربما بحال رجعوا للنسخه الاولى ديال الشالنج. فكنظن ان هذه البطوله هذه ايجابيه 100% حتى بالنسبه للاطور التقنيه باش يعرفوا المستوى ديال اللاعبين فين وصل. توفيق، شكرا.